تخيل تفتح باب بيتك الصبح تلاقي دم سايل على الأرض والناس بتصرخ. يناير 2005 قرية بني مزار في المنيا صحيت على كابوس. 3 بيوت وجواهم عائلات كاملة اتحولوا لسلخانة، رجالة وستات وعيال، كله مدبوح بنفس الطريقة. الغريب مفيش جار سمع صريخ، مفيش خناقة ولا حتى خبط الباب. تاني يوم العناوين في الجرايد بتقول الدم غرق بني مزار، بس ولا جورنال عرف مين اللي عملها. ومن يومها السؤال متعلق في الهواء. اللي كشف المصيبة كان الدم اللي ساح على عتب البيوت. واحدة كانت خارجة تشتري عيش، وقفت لما شمت ريحة الموت. أهل الشارع اتلموا، واحد منهم قال أنا هدخل أشوف. جري عليه جاره وقال له لو دخلت مش هتخرج زي ما دخلت صدقني. بس الفضول غلبه، دخل جثث مترمية هنا وهناك وعيال متدبحين وهم نايمين. من اللحظة دي الخوف سيطر على كل القرية. أكتر من 10 أفراد في 3 عائلات، يعني 30 بني آدم كلهم مقتولين بنفس الطريقة. مش خناقة، مش ضرب نار، مفيش أي أثر لمقاومة. الأغرب إن الهدوم، الذهب، الفلوس، كل حاجة موجودة في مكانها. يعني القاتل مش جاي يسرق، جاي لهدف واحد بس، يخلي البيوت حمامات دم. بس ليه؟ وليه دول تحديدا؟ واحدة عجوزة قالت دي لعنة مش جريمة. واحد تاني قال الجن هو اللي عمل كده. الإشاعات بدأت تظهر وفجأة بشكل مريب. البعض بيقول انتقام قديم وطار. كل واحد عنده تفسير وحوارات بأشكال مختلفة، لكن ولا تفسير مع دليل واحد بس. الموضوع خرج من إيد الناس وبقى بين خوف وروايات بتزيد الرعب أكتر. أول حاجة لاحظتها الشرطة إن البيبان كانت مخلوعة نص خلع. الباب كأنه اتفتح واتكسر بس من غير ما حد يعيقه، يعني كأنك بتكسر الباب من غير ما حد ياخد باله. ده فتح سؤالين: يا ترى القاتل كان معاه مفتاح ولا الضحايا اللي جوه البيت هم اللي فتحوله؟ والاغرب ان اهالي المنطقه اللي هم ساكنين فيها ما سمعوش اي حاجه خالص. واحد من الضباط قال احنا مش قدام خناقه او سرقه، ده لغز معقد لاقصى درجه. الضباط بداوا يفكروا في احتمالات مختلفه. هل القاتل حد من الجيران او حد من القرايب او ممكن من الصحاب؟ لكن كل السيناريوهات وقعت لان مفيش اي شاهد قال انه شاف حد داخل او خارج على ال3 بيوت دول تحديدا. السؤال اللي فضل متعلق لحد دلوقتي، هل الفاعل شخص واحد ولا مجموعة؟ البوليس قلب البيوت فوق وتحت بيدور على اي دليل، ولا بصمة ولا اثر اقدام ولا شعرايه ولا في اي حاجة اصلا. وحتى كان في اكل على السفرة، في عشاء، الناس دي كانت لسه هتاكل. الجريمة دي ملهاش دافع واضح. اللي يدخل يخلص على 3 بيوت كاملين جاي عارف هو بيعمل ايه كويس. بدأت طبعا الأدمغة المصرية كلها تشتغل وتخلق روايات، وكل رواية بتزود الطين بلة وبتزود الرعب أكتر. القرية كلها بقت في حالة غليان، دي خناقة عائلية وكبرت شويتين. ده ممكن يبقى طار قديم، اللي حصل ده مستحيل يبقى اللي عمله بني آدم، أكيد اللي عمله جن أو عفاريت. الكام يوم اللي كانوا موجودين فيهم في القرية دول عدوا كأنهم سنين مش كام يوم، من كتر الخنقة والرعب اللي كانوا موجودين في الوقت ده وفي نفس المكان وفي نفس الشارع. كلام زي النار بيوصل لكل بيت ويزود الرعب اكتر، لكن الحقيقة لسه بعيدة. في القاهرة في صحفي كتب وقال ان دي جريمة متنظمة حلوة قوي، واتفتحت سيرة المافيا. يمكن حد من العائلات دي شافوا حاجة كبيرة. ناس تانية قالت احنا مش غربة عن الطار، بس اللي حصل مش زي الطارات بتاعتنا. الكل بيشك، لكن مفيش اي حد عنده دليل واضح او حاجة نوضحها للناس. والسؤال هنا يفضل ليه 3 بيوت بسيطة في قرية صغيرة، وليه بالطريقة البشعة دي؟ انتشرت رواية تانية بتقول ان ده ممكن يبقى انتقام شخصي، يمكن حد من العيلة شايل منهم فقال يخلص عليهم. لكن ناس كتير قالت اللي هيقتل شخص واحد، مش هيقتل 3 بيوت كاملين، خصوصا ان الجريمة اتنفذت بدقة شديدة جدا من غير ولا صوت. يبقى لو ده انتقام، مين يقدر يعمله بالطريقة البشعة دي؟ بعد ما الشرطة ختمت البيوت بالشمع الاحمر، العيال ما بقوش بيجروا ويلعبوا حوالين البيوت دي ابدا. واحد من الاهالي قال احنا حسينا ان الدم لسه هناك، الارواح اللي ساكنه البيت ده ما رضيتش تمشي. لكن الحقيقه ان كل الكلام ده ما جابش ولا دليل، والقلق فضل يزيد اكتر واكتر. في الايام الاولى كنت بشوف في الاخبار عربيات الشرطه بتلف كل يوم على كل البيوت، لكن بعد اسبوعين تحقيقات بدات تهدى وزيارات الضباط قلت. واحدة ست كبيرة قالت احنا ما نمناش من الخوف، لكن فجأة كل الناس اختفت. مفيش اي اعلان رسمي ولا حد قال ان القضية خلاص اتحلت. الناس حست ان الموضوع اتسكن وكأن في حد عايز يكروت الموضوع. الاسئلة بقت بتيجي في بال الناس كل يوم،
ليه القاتل ما سرقش حاجه، وازاي ما سابش اي اثر، وازاي صريخ 3 بيوت ما اتسمعش، وليه ال3 بيوت دول تحديدا. واحد بيقول ان هم ممكن يبقوا شافوا حاجات ما كانش ينفع يشوفوها، حد تاني قال الموضوع اكبر بكتير من قريه بني مزار. كل الاحتمالات مفتوحه، لكن الدليل مفيش. الناس بقت بتحس ان الحقيقه اوسع بكتير من خيالهم. مع الوقت الاهالي بداوا يسموا اللي حصل الجريمه الكامله، جريمه من غير قاتل معروف ولا سبب واضح ولا حل. كل ما نفتكر اللي حصل نحس ان احنا لسه جوه الموضوع ده. اسم القريه بقى معروف باسم قريه المجزره. مجرد ما بتسمع كلمه بني مزار دي كفايه علشان بس قلبك يتقبض. سنين عدت بس الجرايم اللي حصلت دي لسه بتخلع قلب كل حد موجود في القريه دي. كل ما حد يجيب سيره مجزره بني مزار الأسئلة بتلف وترجع من الأول. مين عملها؟ وإزاي خلى كل الجيران يصحوا على أسوأ منظر في حياتهم؟ إزاي محدش من الجيران سمع ولا صوت؟ في اللي مقتنع إن القاتل واحد من القرية وعايش بينهم، وفي اللي شايف إن في قوة أكبر من القرية هي اللي عملت ده، وفي اللي مؤمن إن دي لعنة وملهاش تفسير. في النهاية السؤال اللي محدش عارف يجاوب عليه، لو أنت كنت المحقق في الموضوع ده أول حد هتشك في مين؟ قول لي رأيك في الكومنتات، ومين تفتكر إنه ورا مجزرة بني مزار وطريق السلامة؟